مساء الفل. كان في فيديو اتكلمنا عليه من يومين عن حاجه اسمها قوه الفائده المركبه، وطبعا الناس ما فهمتش اي حاجه خالص تقريبا من الفيديو. اللي قال لي ايه اللي جايب القلعه جنب البحر، واللي قال لي اعمل لنا مثال بالارقام، واللي قال لي انت بتتكلم في ايه انا تهت منك، وواحد كمان قال لي الجاذبيه ايه علاقتها بالفلوس والفوائد المركبه، واحد قال لي انت بتقول ايه يا عمنا، انت جاي تنصب علينا ولا تعمل ايه يا جدعان؟ ده ملخص كتاب اسمه سيكولوجيه المال. فالراجل بس عشان خاطر يمثل قوه حاجه اسمها الفائده المركبه جابها من بعيد شويه، فاتكلم عن حاجه اسمها العصر الجليدي، ان دي نظريه كانت بتتكلم ان الارض عاشت لالاف السنين او ملايين السنين في حاجه اسمها العصر الجليدي. فالكاتب بيقول ان العصر الجليدي اللي اتكون ده كان بسبب حاجه بسيطه جدا، وهي طبقه جليد صغيره فضلت تتراكم على بعض وبعد كده اتحولت لطبقات كبيره ثم كونت العصر الجليدي. فبيقيس نفس الكلام على الفلوس من خلال ان هو بيقول لك ان انت لو معاك 100,000 جنيه مثلا وقدرت ان انت تعمل منها 50% في اول سنه، فالرقم ببساطه هيكون 150,000 جنيه، ولو قعدت سنه كمان بالمبلغ الجديد وقدرت تكون عليه 50%، فال 150 هيبقوا 225,000 جنيه، وهتفضل هكذا ل 15 سنه، وبعد 15 سنه هتلاقي ان المبلغ المركب اللي اتحقق لك من 100,000 جنيه مع الحفاظ على 50% كل سنه هو 44 مليون جنيه. طبعا القياس على الكلام ده قياس نظري، واحنا بنتكلم على عقليه او على تفكير، لان الناس عندنا عباره عن نوعين. اول نوع بيجيب الفلوس وبيصرفها على طول، لان هو بيكون شايف انه محتاج يكون عنده الرفاهيات اللي موجوده عند الناس اللي حواليه، وما بيبصش فعليا هو محتاج ايه في حياته. وتاني نوع من الناس اللي بيفضل يحوش الفلوس في البنك او يسيبها كقيمه ورقيه في البيت او في البوسطه او في اي مكان، وطبعا مع مرور السنين الفلوس دي بتقل لان قيمتها الماديه بتقل وما بيستثمرهاش في اي حاجه ليها قيمه فعليه، سواء بضايع بقى او ذهب او عقار او حته ارض، ايا كان الحاجه اللي ممكن يستثمر فيها دي. انما النوع اللي بيتكلم عليه الكاتب هو نوع ثالث ومختلف خالص، والنوع ده من الناس بيقدر ان هو يجيب الفلوس وبيعرف كمان ان هو يحوشها، لكن عمره ما بيحوشها في قيمه فلوس ماديه او ورقيه، بل بالعكس بيحاول ان هو يستثمرها في مشروع يزود راس المال، ومن خلال الموضوع ده يقدر يكبر بالبيزنس بتاعه ايا كان نوعيه البيزنس ايه. انما معظم الناس عندنا للاسف بتفكر انها عايزه تجيب فلوس سريعه، بغض النظر هي اصلا ممكن تعمل ايه بالفلوس السريعه دي او تبني عليها ازاي في المستقبل. لان ببساطه لو جات لك فلوس سواء سريعه او بطيئه، لو انت ما عندكش ميكانيزم تقدر تزود بيها الفلوس دي، فالفلوس دي هتروح باسرع طريقه ممكنه. فالهدف ببساطه من الفيديو ده ان انت بتحاول تغير طريقه تفكيرك ككل، مش ان انت هيكون معاك الفلوس دي كلها بعد ما تشوف الفيديو. في نوعيه من الناس بقى بتسالني بتقول لي ازاي اصلا نقدر نبتدي، وهي دي النوعيه اللي انا مهتم بيها. الشخص اللي حابب يبتدي براس مال قليل ويجتهد فعلا، ده اللي هيكون مهتم ان هو ينمي طريقه تفكيره من الاساس. وعشان كده الفتره الجايه باذن الله هبتدي ان انا اعمل سلسله كده عن مشاريع صغيره وبراس مال قليل، بحيث ان هي تقدر تفيدكم ازاي تبتدوا ولو حتى براس مال قليل، وتاخدوا كمان خبره منه من غير ما تكون مخاطره كبيره. دي كانت فكره الفيديو باختصار، واي فكره هقولها بعد كده هي هتكون فكره سواء للتنميه العقليه او تنميه التفكير، او ان احنا نمشي في اتجاه ان احنا يكون حتى عندنا خبره ان انت تقدر تدور وتعرف ازاي توصل لحاجه ولو حتى على سبيل الفكر، يمكن تساعدك يا سيدي بعد كده في مشروع اكبر او في فكره تانية. وربنا يوفقكم جميعا. سلام.